سداسي مهدد بالرحيل عن ريال مدريد. امتياز جديد ينتظر مبابي بقميص الريال. كلاسيكو أوروبي محتمل بين ريال مدريد وبرشلونة. مرعب الحراس يختار الانضمام إلى ريال مدريد. ولكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا أن تشاركونا في التعليقات عن الذي ينقص الريال. وإذا كنت من عشاق النادي الملكي لا تنسى الاشتراك في القناة تفعيل الجرس يصلك الأخبار فور نزولها. وهيا بنا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سداسي مهدد بالرحيل وذلك عن ريال مدريد. أفاد تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء بأن هنالك 6 لاعبين مهددين بالرحيل عن صفوف الملكي في الميركاتو الصيف المقبل. وبحسب موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن هنالك 4 لاعبين تنتهي عقودهم في سانتياغو برنابيو بحلول صيف 2024 وهم لوكا مودريتش وتوني كروس وناتشو فرنانديز ولوكاس فاسكاز، بينما يلعب الثنائي خوسيلو ماتو وكيبا أريزابلاجا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن موقف كل لاعب على حدة، خاصة في ظل الشائعات التي ربطتهم جميعا بالرحيل. بالنسبة للوكا مودريتش الكرواتي البالغ من العمر 38 عاما لا يفكر في الاعتزال، وكل شيء يشير إلى أنه سيكون على استعداد للبقاء ولعام إضافي. وأيضا لكن يبدو أن الريال ينوي التجديد له. ويحظى أسطورة الميرينج باهتمام الأندية الكبرى داخل السعودية. أما توني كروس يعد الألماني البالغ من العمر 34 عاما لاعبا أساسيا في ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، ويريد الريال الإبقاء على اللاعب لموسم آخر، لكن تصرفات كروس نفسه تتسم بالغموض لدرجة أنه يمكن أن يتخذ قرارا بالاعتزال. وعلى الرغم من أنه يبدو أنه لن يفعل ذلك، لكن كروس يمكن أن يفعل أي شيء. ناتشو فرنانديز أيضا كان اللاعب البالغ من العمر 34 عاما قريبا جدا بالفعل من مغادرة ريال مدريد في الموسم الماضي، لكن انتهى به الأمر بالتجديد. والآن يتكرر نفس الموقف وسيتقبل ريال مدريد قراره سواء أراد البقاء أو الرحيل. وما لوكاس فاسكاز يبلغ 33 عاما في يوليو تموز المقبل، وكان قريبا بالفعل من مغادرة الريال في العام 2021 في آخر تجديد له، وسيكون الريال سعيدا باستمراريته. ويبدو أن اللاعب ملتزم أيضا بالبقاء في ريال مدريد. أما خوسيلو يبلغ 34 عاما في 27 مارس آذار المقبل، ويلعب على سبيل الإعارة من إسبانيول حتى 30 يونيو حزيران، ويجب على الريال دفع 1.5 مليون يورو للاحتفاظ به. ويبدو أن النادي لديه نية دفع المبلغ للاستمرار المهاجم. أما كيبا أريزابلاجا وصل حارس المرمى البالغ من العمر 29 عاما على سبيل الإعارة من تشيلسي بعد إصابة تيبو كورتوا، لكنه جلس بديلا للحارس أندري نولين. وكل شيء يشير إلى أن كيبا سيعود إلى تشيلسي في الصيف، لأن الريال ليس على استعداد لدفع 20 مليون يورو للإبقاء عليه. امتياز جديد ينتظر مبابي بقميص ريال مدريد. اقترب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان من الحصول على امتياز جديد حال إتمام انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل. وقد أبلغ إدارة النادي الفرنسي بأنه سيرحل مجانا بنهاية الموسم. وذكرت العديد من التقارير أن مبابي على اعتاب التوقيع مجانا مع الريال خلال الموسم الحالي. وفقا لبرنامج الشيرينجيتو الإسباني، وصول مبابي إلى الريال سيحدث ضجة إعلامية كبيرة، لذلك طلبت شركة الملابس التي ترعاه منذ 2019 دراسة جدوى لتطوير علامات تجارية خاصة بالمهاجم الفرنسي داخل الشركة بمجرد انتقاله إلى صفوف الميرينغي. وأشار البرنامج الإسباني أن هذا يعد امتيازا أعطته شركة الملابس إلى 3 رياضيين عالميين فقط، الأول مايكل جوردن الذي لديه الخط الرئيسي، والثاني ليبرون جيمس، والثالث رافائيل نادال. كلاسيكو أوروبي محتمل بين ريال مدريد وبرشلونة. تأهلت أندية برشلونة والريال ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وأرسنال إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، ولم يعد يتبقى سوى مباراتي إنتر وأتلتيكو ودورتموند وإندنهوفن لحسم آخر فريقين متأهلين. وبحسب موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن قرعة دوري الأبطال الأوروبي ستقام يوم الجمعة المقبل في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بنيون السويسرية، كما أنه بالإضافة إلى مواجهات ربع النهائي سيحدد المسار حتى المباراة النهائية في ويمبلي يوم السبت 1 من يونيو حزيران المقبل. الصحيفة أكدت أنه لن تكون هنالك أي قيود في القرعة، وستقام مواجهة الدور ربع النهائي يومي 19 و16 و17 أبريل نيسان المقبل، بينما ستلعب مواجهة نصف النهائي يوم 30 أبريل نيسان و1 مايو أيار و7 و8 مايو أيار المقبلين.
وأشارت الصحيفة إلى مواجهة كلاسيكية محتملة بين برشلونة وريال مدريد للمرة الأولى في دوري الأبطال منذ مباراة نصف نهائي موسم 2010-11 والتي شهدت تأهل برشلونة لنهائي ويمبلي الشهير ضد مانشستر يونايتد. مرعب الحراس يختار الانضمام إلى ريال مدريد. كشفت تقارير صحفية اليوم أن مرعب الحراس قد اختار الانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريال، وسيواجه الملكي بنظيره فريق ساسونا من جانب آخر مساء السبت القادم ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري. وفقا للمعلومات الواردة من الآس الإسبانية فإن وجهة المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند المستقبلية هي ريال مدريد. وأشارت الصحيفة أن هناك تقارير أكدت استفسار برشلونة مؤخرا عن إمكانية التعاقد مع اللاعب وجلوس ما بذلك مديري برشلونة بالفعل مع ممثلي مهاجم السيتي لبحث إمكانية التعاقد. الجدير بالذكر أن رغبة اللاعب هو ارتداء قميص نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد في حال مغادرة السيتي. نجم ريال مدريد يصدم الجميع ويرفض الرحيل عن الملكي. كشفت تقارير صحفية أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني حسم موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق إلى أن تركي أردا جولر لاعب الملكي الشاب تحت أنظار أندية كباير ليفركوزن وتوتنهام وميلان للحصول على خدماته بالميركاتو الصيفي، وترغب الأندية الثلاث في ضم جولر سواء بصفقة نهائية أو على سبيل الإعارة، خاصة أنه لا يشارك بصفة أساسية مع الإيطالي أنشيلوتي المدير الفني منذ تعاقد معه الصيف الماضي ودخل في سلسلة من الإصابات. وأكدت الآس الإسبانية أن جولر لا ينوي الرحيل ويريد الصبر داخل الميرينجي، خاصة أنه كان يعلم بأن فرصته لن تكون سهلة في الموسم الأول والإدارة تؤيد قرار بقائه. وأضافت هذا الموسم قد يكون الأخير للنجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق، وتبدو فرص داني سيبايوس ضئيلة، وبالتالي يرى جولر أن فرصته سوف تكون كبيرة. الليغا تخطط لاستمرار عقوبة جيل مانزانو بعد خطأ مباراة الرياض ضد فالنسيا. تخطط لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم لاستمرار عقوبة تجميد الحكم جيل مانزانو بعد الخطأ الذي ارتكبه خلال مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الليغا. وتنطلق الجولة الجديدة من مسابقة الدوري الإسباني الجولة 29 من الليغا في يوم الجمعة المقبل الموافق لل15 من مارس الجاري. بحسب ما ذكرت ريليفو فإن لجنة الحكام في الليغا تخطط لاستمرار استبعاد جيل مانزانو من إدارتي مباراة خلال منافسات الجولة الجديدة من مسابقة الدوري الإسباني على إثر خطأته الخطأ في لقاء ريال مدريد أمام نظيره فالنسيا. ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن مواعيد مقابلات الجولة في الدوري الإسباني صباح الخميس إلى جانب أسماء حكام المقابلات، إلا أن لجنة التعيينات تخطط لاستبعاد مانزانو من إدارة أي مباراة للجولة الثانية على التوالي بعدما حدث في نهاية مواجهة فالنسيا والريال.